السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفيديو الثالث من سلسلة ازاي نعمل السمنة البلدي الطبيعية ببلاش في البيت. كنا وصلنا الحلقة اللي فاتت ان احنا وصلنا لان احنا صفينا السمنة بتاعتنا او المادة السائلة عن المادة الصلبة، وده كان منظر المادة السائلة. كنا قلنا ان دول 1200 جرام، واحنا قلنا ان احنا هنطلع 1400 جرام. هنطلعهم بقى ازاي؟ هنطلعهم من المادة الصلبة. طيب ازاي هنستخرج السمنه من الماده الصلبه واحنا كده زي ما انتم شايفين مش شايفين اي ماده، يعني اي سوائل ممكن نستخلصها من الماده الصلبه؟ هنا بقى في سر من الاسرار، ان احنا هنبتدي ان احنا نجهز ميه مغليه ونبتدي ان احنا نضيفها للماده الصلبه بتاعتنا. هنرجعها الحله بتاعتنا الاولانيه خالص، وهنبتدي ان احنا نحط عليها ميه مغليه. والطريقه دي بنعملها علشان نبتدي ان احنا، طبعا حضراتكم عارفين ان السمنه اخف من الميه، فهتطلع على وش الميه بتاعتنا. بعد كده بعد ما احنا حطينا الميه على الماده الصلبه بنحطها على النار لمده دقيقتين ل3، وده المنظر زي ما حضراتكم شايفين. احنا استخلصنا بقى بعد ما حطينا الماده الصلبه بتاعتنا على النار، استخلصنا منها سمنه اكتر واكتر. وزي ما حضراتكم شايفين المساحات اللي انتم شايفينها فاتحه دي هي السمنه بتاعتنا. بعد كده بنبتدي ان احنا بقى ندخل معايا الماده السمنه بتاعتي، بدخلها التلاجة. وبدخل كمان الحله اللي فيها الماده الصلبه اللي احنا حطينا فيها الميه المغليه وغليناها لمده دقيقتين ل3، برضو بندخلها التلاجة لمده ليله كامله. بنطلعها تاني يوم بالمنظر ده. ادي السمنه بتاعتي اتجمدت، وادي الحله بتاعتي اللي فيها الماده الصلبه برضو كمان هي كمان اتجمدت. وزي ما انتم شايفين بقى الماده الصلبه بتاع السمنه بتاعتي اتجمدت على وش الميه اللي تحتيها اللي فيها ايه؟ الماده الصلبه. يبقى انا كده عرفت استخلص السمنه بتاعتي من الماده الصلبه، وقدرت ان انا اشيلها زي ما انتم شايفين. طبعا شايفين الميه زي ما هي والماده الصلبه زي ما هي، لكن لان السمنه بتتجمد في درجه حراره قليله، يعني فابتديت ان انا اقدر ان انا اشيلها واحصل عليها زي ما انتم شايفين. ابتدي ان انا اشيلها على صورة قطع زي ما انتم شايفين، واحاول ان انا اتحاشى ان انا اطلع مواد صلبة من اللي موجودة تحت معايا في الحلة. ده المنظر بعد ما انا ابتديت شلت كل السمنه اللي موجوده على وش اللي كانت موجوده على وش الحله، وحطيتها مع السمنه الاساسيه اللي انا كنت مصفياها قبل كده. وبكده انا اكون استخلصت السمنه بتاعتي كلها. طيب ايه اللي ناقص بعد كده؟ اللي ناقص بعد كده ان انا هبتدي احطها على النار بنفس درجه الحراره اللي احنا اتفقنا عليها من اول فيديو. هتطلع شويه رغاوي، فهبتدي ان انا اشيلها في طبق خارجي واسيبها على النار لمده من 20 ل 30 دقيقه، علشان برضو هي هيبقى فيها القليل من الشوائب احنا عايزين نتخلص منها. ده منظرها بعد حوالي 20 ل 30 دقيقة من وجودها على النار. فعلا انا حصلت على شوية شوائب بعد ما شلت طبعا الرغاوي اللي كانت ظاهرة على الوش. هبتدي ان انا اصفي السمنة بتاعتي من الشوائب دهيت، وهبتدي بقى اعمل لها عملية تانية. الغرض منها ان انا اعمل لها عملية حفظ طبيعي، ان انا هقدحها على النار او هحطها على النار بنفس درجة الحرارة اللي احنا متفقين عليها لحد ما درجة حرارتها تعلى جدا جدا، وابتدي ان هي لونها يفتح زي ما حضراتكم شايفين. ده كده هي على النار ودرجة حرارتها ارتفعت تماما، وبدأت ان هي لونها يفتح وتطلع شوية بخار مية. هبتدي بعد كده احط فيها شوية يعني قطع من العيش العادي جدا ان احنا بناكله لحد ما العيش ده يتحمر. الغرض منها ان احنا نحافظ عليها في المستقبل تفضل ريحتها جميله. وكمان عمليه القدح دي الغرض منها ان احنا بنقتل اي جراثيم معانا موجوده في السمنه، وبالتالي نقدر نحفظها لفترات طويله بره التلاجة، ما يحصلهاش اي حاجه لشهور يا جماعه. هنقدر نحفظها بدون ما يحصل لها اي حاجه بعد عمليه القدح اللي احنا عملناها. ده منظرها النهائي بعد ما حصلنا عليها. شايفين يا جماعه لونها عامل ازاي؟ لونها جميل جدا وريحتها جميله جدا، وفي منتهى الجمال في الحلويات، بتطلع الحلويات رائعه. في منتهى الجمال في الطبخ العادي بتطلعه رائع. وده منظرها. طبعا بستناها لما تبرد وتبقى بدرجه حراره الغرفه او درجه حراره المطبخ. طبعا اول ما نبتدي نحطها في برطمانات ازاز، لازم ان احنا نبتدي ان احنا نبعد اولادنا تماما عن مكان تواجدنا في المطبخ، علشان طبعا السمنه حرارتها بتعلى جدا ودرجه حرارتها بتكون خطيره. فلازم نحافظ على اولادنا ونحافظ على نفسنا ونتعامل معاها بحرص اثناء ما احنا بنعملها من اول مرحله لاخر مرحله.
طيب يا ترى بقى هنعمل ايه بالماده الصلبه؟ دلوقتي احنا استخلصنا كل السوائل وكل السمنه الموجوده معايا، الماده الصلبه دي بقى هعمل بيها ايه؟ والله يا جماعه هعمل بيها حاجه رائعه جدا جدا ان شاء الله، وهي سر من الاسرار اللي دايما قناه أبلة اسرار بتقدمها لكم. هنعمل بيها مش تركي، او وهو طعمه زي المش المصري بتاعنا بالظبط، لكن هو اسمه مش تركي، بيتباع كده في السوبر ماركتس. الكيلو منه ب20 جنيه. احنا ان شاء الله هنعمله ببلاش زي ما وعدناكم ان احنا هنعمل كل حاجه في السلسله دي ببلاش. فان شاء الله الفيديو الجاي تابعونا، ان شاء الله هينزل قريب جدا، يوم او 2 على الاكثر. تابعونا ان شاء الله، هنقول لكم ازاي نعمل المش التركي في البيت. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وشير للحلقه. كنت عايزه اقول لكم على حاجه، ان الطريقه دي هو انا ما اتعلمتها، هي مش طريقتي، انا الطريقه دي اتعلمتها عن والدي رحمه الله عليه، وهو اتعلمها عن والدته رحمه الله عليهم جميعا، ربنا يغفر لنا ويغفر لهم ويرحمنا ويرحمهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.